اختلفت الطريقة بس الطعم واحد. النهاردة بعمل برام مكرونة بشاميل كالمعتاد زي ما احنا عارفين، نفس الطريقة اللي احنا كلنا بنعملها، طبقتين مكرونة وبينهم المفروم او بينهم الفراخ او بينهم اي حشو. النهاردة انا عملت اختلاف شوية يا جماعة، وعملت طريقة حلوة اقتصادية وموفرة وسريعة وسهلة وما خدتش معايا وقت. تعالي شوفي انا عملت ايه النهاردة البرام الجميل ده ازاي بطريقة سهلة وبأسرع وقت. اشتغلت بربع مفروم فقط لا غير، على قد البرام وعلى قد كيس المكرونة اللي انا هستخدمه. نزلت في مقلاية كده سخنة وشوحت اللحمة بتاعتي لغاية ما لونها اتغير وفيها نسبة دسم زي ما احنا شايفين، انا ما حطيتش اي مادة دهنية. ونزلت ببصلة كبيرة كده مفرومة وشوية بهارات حلوين وشوية ملح، وحوطي على المفروم بتاعي يستوي، وهحط له بس يعني بق مية مرتين، يعني مش اكتر من كده. تمام. يبقى انا هوطي عليه وممكن ما يحتاجش المية لما بيستوي بمية البصل. المية بتاعتي برضو في نفس الوقت بتغلي، ونزلت بالكيس المكرونة 400 جرام ده، بيبقى حلو على قد الطاجن او البرام اللي انا هشتغل فيه. نزلت بمعلقتين سمنة ومعاهم معلقة زبدة واربع معالق دقيق زي ما احنا شايفين. النهاردة انا هعمل البشاميل بتاعي، هخليه الصوص بتاعه خفيف شوية، انا مش هتقله عشان انا مش عايزة قطع المكرونة تبقى قطع كده ويابسة، وحتى لما تبرد تبقى تنشف معانا. انا هخففه شوية عشان تبقى جوسي ويعني سلسة في الاكل كده، وزي ما بنقول كده بالبلدي سايحة. نزلت باللبن بتاعي كده وبالمضرب لغاية ما اخد القوام اللي انا عايزاه، وعززت الطعم كمان معايا بمعلقتين حلوين قشطة، اللي هو وش اللبن يعني، مش قشطة مخصوص، موجودة كان بها، مش موجودة خلاص. شايفين قوام البشاميل؟ انا مش عايزاه تقيل عن كده زي ما احنا شايفين كده، عشان كمان لما المكرونة تبرد واجي اسخنها ما لهاش تقيلة معايا قوي والقطعة يابسة كده ومتجبسة. تمام. شلت بقى وحطيت جزء كده من البشاميل بره عشان احطه عليه على الوش، عشان المكرونه بتاعتي ما تظهرش كده وتنشف في التحمير. قلبت بقى المكرونه بتاعتي في البشاميل السايح الجميل ده، وهنزل برضو بالمفروم بتاعي، بما اني بعمل كمان بشاميل يعني يعتبر اقتصادي، بس انا حبيت اغلف كل اللحم المكرونه كده تاخد طعم اللحمه، بدل ما هي بتبقى جزء بس في النص. انا النهارده عملته بطريقه مختلفه شويه، وزي ما احنا شايفين قلبت اللحمه مع البشاميل مع المكرونه، وظبطت ملح، وحطيت طبعا فص ماجي في البشاميل حسب الرغبه، وعززت الطعم بمعلقتين القشطه. تعالوا بقى دهنت البرام بتاعي او الطاجن بتاعي او الصينيه البايركس بتاعي، اي حاجه انت حابه تحطي فيها، ونزلت زي ما احنا شايفين كده بكميه المكرونه والمفروم مخلوطه ببعض، ونزلت بكميه البشاميل تغطيلي المكرونه من فوق عشان ما تبقاش حروفها تنشف معايا في التحمير زي ما قلت. تمام. بدخلها بقى الفرن، انا مولعه الفرن قبلها ب5 دقايق كده تتشمع بس يا جماعه كده لمده ربع ساعه، وانزل بقى بكميه الجبنه الجميله دي عشان تديني طعم ولون وشكل ذهبي جميل، وتعزز طعم البرام من الاول للاخر. دي كانت النتيجه روعه. ملح مظبوط، فلفل مظبوط، بهاراتي مظبوطه، البشاميل بتاعي مش تقيل، حتى لما بردت معايا مش هكدب عليكم القطعه كانت حلوه ويعني سايحه زي ما احنا بنقول. اتمنى بقى اللي وصل لغايه هنا الفيديو معايا يعمل لايك وشير ودعموا الصفحه. اتمنى دايما توصلكم كل وصفه انا بعملها بكل سهوله، وبحاول ابسط لكم الامور عشان يعجبكم كل وصفه من صفحتي، سهله وبسيطه مع سهى.